السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم اليوم البنات غادي نشارك معكم فطوري والطريقه ديال الخدمه ديالي وكيفاش كنوجد الفطور. المهم انا كيف ما كتشوفوا دابا مع الربعة ديال العشيه دخلت الكوزينه. اول حاجه درتها كنبدا دائما بالحريره، واليوم درت الحسوه كيف ما كتشوفوا ديال الاعشاب اللي حتى هي كتاخذ لينا الوقت في الطياب. المهم درت ليها الزيت البلديه باش ما طفيتش ليا في الكوكوط، ودرت ليها المقياس ديال الماء ديالها كيف ما كتشوفوا. غادي نشعل ليها ونسد عليها ونخليها طيب. وفي ديك في نفس الوقت يعني درت العجينه، الخبز كيتعجن، وغادي نقرص الخبز ونخليه يخمر في الوقت اللي كطيب فيه هاد الحشوه. غادي ندوز باش نوجد هاد لاصوص باش غادي نقاد البيتزا كيف ما كتشوفوا معايا البنات. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب، فكر منير، ورأي صائب وهنايا البنات في الوقت اللي كطيب فيه الحسوه والخبز كيخمر، غادي ندير هاد لاصوص ديال البيتزا حتى هو يطيب، وغادي نمشي نقطع الفلفله اللي غادي نقاد بها البيتزا. فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن هنايا البنات عندي هاد الحوت الشرن هذا، غادي نقيه ونغسلو، وغادي ان شاء الله نديرو في الشوايه. السعي منكم لا يبور، جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور، هنايا نقيت الحوت وغسلته وخليته تسقطر، ودرت ليه الشرموله ديالو وخليته باش يشرب ليا شويه ديك العطريه. مهم دزت هنا كنقاد هاد البيتزا هادي كيف ما كتشوفوا، صلحتها وثقبتها مزيان باش ما تنفخش ليا. وهنايا غادي نسرح فيها داك لاصوص وندير ليها الفلفله، وغادي ندخلها حتى طيب شويه ليا ديك الفلفله. عاد غادي نحك عليها الفرماج باش ما يطيبش ليا الفرماج بالزربه وكتبقى ليا الفلفله خضراء. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. واحد النقطه البنات ما عمرني هضرت لكم عليها في الفيديوهات ديالي، بحال دابا المواعن. احنا كنعرفوا المواعن راه بزاف الصراحه كيقهروا العيالات في رمضان، ما نكذبوش على راسنا. كديري كلشي، ولكن ملي كتجي ديك الوقيته ديال المواعن راه الصراحه، خصوصا الا كانت عندك شي بنت مسكينه في الدار، راه
كنحقروا على البنات بالمواعن، يعني كنديروا حنا كلشي، ولكن هي كتقول لها يلاه انت نوضي غسلي المواعن، نوضي انت انا ساليت دابا انت غسلي المواعن. ولكن بغيت نقول لكم واحد الحاجه دابا، بحال اي حاجه خدمتو بها غسلوها، اللي خدمت بها نغسلها، اللي ساليت منها نغسلها، خصوصا في ديك الوقيته ديال الفطور كيخلوا لك حتى اتساع في الكوزينه، وكيبقى يعني الكوزينه مطرفه وكل شيء. انا دابا بحال مثلا المقله ساليت منها نغسلها، الكاس المولينيكس طحنت به العصير نغسلو، اي حاجه خدمت بها، شي مثلا شي حاجه خلطت فيها الكيكه، اي حاجه ساليت منها كنغسلها ديك الساعه كنرجعها لبلاصتها. يعني ما عنديش الوقت فين نبقى واقفه ولا نبقى جالسه، يعني نحيد عليا دوك المواعن باش ملي كنفطر كيبقاو ليا صافي غير ديال الفطور هكا، كنكون سهلت على راسي ونقصت على راسي الشغل. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها وأمطرها من الرحمات نور. وهنا البنات كيف ما شفتوا درت هذه ليها الفلفله وغادي ندخلها للفران حتى طيب ليا الفلفله، عاد غادي نحك على الفرماج. هذه درت ليها غير مطيشها، لاصوص ديال المطيشه والطون مع الزيتون، صافي غادي نحك عليها الفرماج وندخلها الفران، ما درتش ليها الفلفله. وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب المهم البنات هنايا شعلت الفران خليته كيسخن، وغادي ندوز نوجد واحد الكيش اللي كنعرفوا الطريقه ديال الكريمه اللي كنديروا الحليب مع كريم باتيسير. المهم هنايا من بعد مسق ليا الفران كندخل البيتزا كطيب ليا من التحت، وهنايا كنهبطها للتحت ديال الفران باش طيب ليا ديك الفلفله. عاد حكيت عليها هنا كيف ما كتشوفوا الفرماج ورجعتها كطيب ليا شويه، غير المهم غير باش يذوب ليا داك الفرماج، وغادي نحيدها وغادي ندخل الخبز يطيب. هنايا وجدات ليا الكريمه، كنعمر هاد لي كيش اللي درتهم حلوين، وغادي نزينهم على حسب اللي متوفر، اي حاجه متوفره عندكم في الديسير ممكن تزينوا بها. هانتوما غتابعوا معايا البنات وتشوفوا. الله للأرواح نور. تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور. المهم هنا البنات انا شاركت معكم الطريقه ديال توجد الفطور ديالي، صراحه ما كيغلبنيش الشغل ديك العشيه. الا خدمتوا بهذه الطريقه هذه حتى حاجه ما غتغلبكم، يعني خصكم غير ترتبوا على حساب كل حاجه، ويعني واش كتاخذ الوقت في الطياب. بحال انا دابا كنسبق، اول حاجه كنبدا بها الحريره، ومن بعدها كنشعل عليها الطيب، من بعد ما كنوجدها كنعجن الخبز كنكرسو كنخليه يخمر، حيت هاد الجوج كياخذوا لينا الوقت. الحريره كتاخذ الوقت في الطياب، والخبز كياخذ الوقت باش يخمر. من بعد دزت وجدت لاصوص ديال البيتزا خليته كيطيب، وعمرت صوبت الكريمه ديال الكيش وقديته حطيته في الثلاجه حتى هو باش يبرد. رجعت عمرت ديك البيتزا دخلتها كطيب في الفران. من بعد ما خرجت البيتزا من الفران خمر ليا الخبز، في الوقت اللي باقي الفران سخون دخلت الخبز كيطيب، شعلت الفاخر خليته كتعرفوا الفاخر كتشعليه وكيبقى باش يشعل لك كامل. يعني هنا شنو بقى ليا اتاي والعصير اللي ما صورتوش معكم في الوقت اللي كنت كنقادهم، حيت صراحه كياخذوا ليا، لا صورت كل شيء يعني اللهم تخدمي بلا تصوير ولا الوقت اللي كتكوني تصوري كيضيع عليك الوقت. هنايا ملي الوقت اللي الفاخر كيشعل عصرت العصير حطيته حتى هو وجدته،
صافي عمرت براد ديال اتاي حطيته حتى هو وجدته كيف ما كتشوفوا. المهم اخر حاجه خليتها هي الحوت. صافي من بعد ما وجد كلشي قاديته حطيت الطبله كيف ما كتشوفوا. الحوت اخر حاجه اللي خليته كيطيب، يعني في ديك الوقيته اللي صافي قرب يأذن المغرب اخر حاجه بقات كطيب هي الحوت. المهم حنا دائما نسبقوا الحاجه اللي كتاخذ لينا الوقت في الطياب او في بحال الحريره او الخبز، ومن بعد داكشي اللي صغير دغيا كيتوجد بحال لي كيش البيتزا شي حاجه بحال هكا العصير اتاي كنتلوهم. والحوت يعني الفاخر كياخذ ليا الوقت. شعلته شويه بكري خليته كيشعل صافي من بعد يعني خليت واحد الساعه هكاك يلا كيطيب ليا فيه الحوت على خاطره. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا حطيت الطبله ديالي كامله وجدت فيها داكشي اللي قسم الله. وهنايا الحوت في الوقت اللي حطيت الطبله كامله وكنصورها لكم كان الحوت مازال ما طابش. يلا هنايا في الوقت اللي غادي يأذن المغرب صافي كنت وجدت الحوت ديالي كامل طاب ليا دوك الشوايات. وها هو كيف ما كتشوفوا. مهم البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما نكونش ثقيله عليكم، نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ومهم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. الله يجازيكم بخير. اللهم أديمها نعمة وأحفظها من الزوال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى فيديو قادم بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.